ورحمة الله قل له السلام عليكم ورحمة الله. والأفضل تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتبتسم في وجهه ثم تزيد ما شاء الله. إذن نعم نقطة هنا فقط. أبشر. معنا الأخت أم مسعود أعتذر يا شيخ. السلام عليكم أختي أم مسعود. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. خير يا شيخ. الله يا هلا وسهلا يحييك. الله يعطيك العافية. عندي شغالة اثيوبية وبتسلم بتكلمكم. الله يسلمك ويذريتك من كل شر. أعطيناها. السلام عليكم. ألو. مرحبا مرحبا بك. ألو. معك إبراهيم سراج. ألو. دهنا نش سميالش. እግዚአብሔር ይመስገን። الله يمسكن الله يمسكن. ስምሽ ማን ነው? አዜብ ማሻአላህ። አዜብ አሁን እንግዲህ በዚህ ደቂቃ ኢንሻአላህ ከጨለማ ወጥተሽ ወደ ብርሃን ነው የምትገቢው። እኛ እስላም እንደዚህ እናምናለንና አሁን ያኒ በፍላጎትሽ ወደ እስልምና ልትገቢ ዝግጁ ነሽ? ዝግጁ ነኝ። ማሻአላህ በፍላጎትሽ ነው ኢንሻአላህ። ايوه አልহামዱሊላህ። ኢዘን ሼኹ የሚለው አሁን ተከታተለሽ ዲና ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ እህታችን ሆነሻል። ان شاء الله بنجمر እሺ እንጀምራለን ان شاء الله. عندي فقط قبل ان تبدا يا شيخ سؤال فقط. الله يسعدك. وسؤالين. هي مقتنعه ولا لم يجبرها احد؟ اريد اسالها يا شيخ. نعم اريدك ان تسالها لو سمحت لي يا شيخ. نسالها هي مقتنعه وبدون اجبار واكراه، لا اكراه في الدين. اسالها السؤال. ሼኹ የሚልሽ ያለው ተገደሽ ነው عند سوي تشعربش نو لا يعني بفلاقوتش نو. الحمد لله خلاص مقتنع حتى من نغمة حديثها والحمد لله سمعت صوت نسأل الله يثبتنا وياها. الله يوفقنا وياها. بعضكم تبدأ حبيبي. جمر انت اليوم. خلنا نفذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. مبروك أختي. جزاك الله خير يا أختي أم مسعود. مبروك يا أختي أم مسعود. أسأل الله أن يوفقك ويسعدك ونذكرك يا أختي الكريمة أنك الآن تعلمينها كيف تتوضأ وتصلي. صارت صلاة المغرب واجبة في حقها من الآن تبدأ يا أختي. الله يسعدك ويوفقك وهنيئا لك. أسأل الله أن يكتب لك السعادة في الدارين. الله يوفقك. آمين آمين يا دكتور يسعدك. جزاك الله خير يا شيخ. فقط يا شيخ ما دام انه بدأنا خلينا في قضية التوحيد ونعود للأخلاق. قد ما تكون حضرت في حلقات سابقة اشرح قضية. هل شرحت لها الشهادة معنى الشهادتين؟ اشرح لها يا شيخ لو سمحت لي. نعم. إذن هون يالشو شيخو يا لو أنت تسمي الله بمجمرة يسمعشنش؟ هي تسمع ولا راحت أولا؟ لا يتابعون. طيب إيش هتي هون يالشو أشهد أو يسمعشنا أدلم؟ ايوه إيش هون بعربية يالشو نجار يه وده سلمنا يسقب بر نو. እና ትርጉሙ ምንድነው? እኔት ያለሽ ይውሉት አባቴ ጠለቅ ያለ እውቀት የለኝም። መጽሐፍ ምናምን ቢኖር እኔ ደስ ይለኛል። ላ ኢንሻአላህ እንልክልሻለን መጽሐፍ፣ ካሴት፣ የሰላት ካሴት። አብሽሪ ብዙ ትንሽ እውቀት አለኝ ግን ጠለቅ ያለ እውቀት እንዲኖረኝ አንቺ ያንቺ ወይም የእህታችን ጀዋል እዚህ ተይና የፈለግሽውን ነገር እንልክልሻለን ኢንሻአላህ። مدربنا خلاص جوال وازي تتونا نلكلاتها ان شاء الله. جزاك الله خير يا اختي. هذا الوقت حقيقه نريد ان نستغل اليوم كل دقيقه لا تفوتنا. هي اخر حلقه فنسال الله. شيخنا طبعا احد الاخوه يقول ركزوا الليله لا تتحدثون باللغه العربيه وهذا حقهم خالص. نعم. احد الاخوه. فشيخنا نعود اليك مره اخرى في استكمال قضيه الاخلاق. እንግዲህ ወንድሞችና እህቶች በእስልምና ሰላም ማለት በጣም ትልቁ የእንትኑ የእስልምና ውበት ነው ሰላም። እና ምንድነው ያልነው? ለምሳሌ አንተ አንድ በጣም የሚጠላህ ሰው አለ يحقد عليك ويكرهك ለሱ ሰላም ብትል በጣም ቆንጆ ነው። እንዲያውም ለሱ የበለጠ ፈገግታ ያሳየህ የበለጠ ሰላም ይያልክ ብታስደስተው ቆንጆ ነው። እና ይሄን ነገር ካደረክ እና ይሄ እኮ አክርፎኛል ብለ ዝም ከማለት ሄደ ቤቱን አንኳኩተ ሰላም ማለቱ ራሱ ትልቅ ምንዳለው በእስልምና ደግሞ ትልቅ ቦታ ነው ያለው። ولذلك اسمعوا معي قول الله سبحانه وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ስለዚህ የሚጠላህ ሰው የሚያኮርፍህ ሰው በጣም በሕስድና የሚያይህ ሰው እንዲያውም የበለጠ ለሱ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ያልክ መጥፎ ሲሰራ አንተ ጥሩ ሲሰራበት በጣም ቆንጆ ነው ይላል እስልምና طيب ከዛ በኋላ يقول سبحانه وتعالى በቁርአን ምን ይላል ለምሳሌ አንድ ሰው ካስቆጣህ ካናደደህ ካንተ የሚጠበቀው በእስልምና ረገድ ማለት ነው እንድታስደስተውና ያኒ ጠባይ እንድታረግና ሱብሃንአላህ አላህ እንዲወድልኝ ብለህ ያ ነገር ዋጥ ስታረገው አንተ ጥፊ ለመስጠት ትችላለህ ከሰደበ ለመስደብም ትችላለህ ናም ከሱ በላይ ቁዋ አለ ከሱ በላይ ኃይል አለ لكن ለአላህ ብለህ አንተ ዋጥ ስታረገው والله من داوننا الله እንዴት እንደሚከፍልህ الله ብቻ ነው የሚያውቀው اسمعوا ما يقول سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عندك ان من تدرجالو عند السراتኛ ነበረች እና ለዛ ለእንትኑ አሰሪዋ ራሱ እንትን ታርግ ነበር እንግዲህ ድሮ ባሪያ ይሸጥ ይለወጥ ነበርና እሱ የሱዋ ዋና ነው እና ራሱ ስትላጨው ተሳስታ ትንሽ በዛ በመላጭ አርጋ ትንሽ አመመችው ጎዳችው ማለት ነው ከዛ በሸቀ ሰውየው ሲበሽቅ እሷ ምን አለችው والكاظمين الغيظ አላችሁ አላህ እኮ ያኒ አስቆጣህ ሰዋጥ ብታረገው ጥሩ ኮነው አለ አላህ አለችውና فقال كظمت يعني خلاص እኔ በቃ ውጪ ዋለሁ አለ ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይታ ደሞ ምን አለች والعافين عن الناس الله سبحانه وتعالى እኮ ነፃ يعني ቁጣይ ዋጥኩት እኮ ማለት እኮ በቂ አይደለም አለችው طيب ምን ላርግ والعافين عن الناس عفو ቢል ደሞ ጥሩ ነው አለች خلاص عفوت عنك አላት እንደገና ትንሽ ቆይታ والله يحب المحسنين አለችው አላህ እኮ በጣም ጥሩ ሰው እኮ ነው የሚወደው يعني ቸር ሰው እኮ ነው የሚወደው ስትል በይ አንቺ ባሪያ ነበርሽና አላት ነፃ ብየሻለሁ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና በአንዲት ግማሽ ቁርአን يعني ባሪያ የነበረችው ነፃ ተብላ ሁር ሆና يعني መሄድ ጀመረት ማለት ነው سبحان الله العظيم اذا يا اخوانا انظر الى سماحه الاسلام قال يعني قطعنا نديت موات قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحسن إليه وتهديه ጥሩ መጥፎ ስራ የሰራብህ ዋጥ አርገህ እንደገና ሀዲያ ተሰጠዋለህ ይህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቦታህን እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው ይላል እሺ ወደ ሌላ እንሄድና እስልምና ማንንም ሰው እንድንሳደብ አይፈቅድልንም ولا ክርስቲያን ولا يهودي ولا اسلام يفلغون سو تباله لتسدبوا مطفوق قال لتوروربت ايفقدم بسلمنا ولذلك يقول سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا يقول الشيخ الامام العلامه ابن السعدي يقول حتى الكفار لا ينبغي ان نشتم اي كافر بدون سبب ولا يعني هن لكل ነገር ነው ይላሉ እንግዲህ ዑለማዎቹ እሺ ከዛ በኋላ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند يهودي سبحان الله የመጨረሻ ሊሆን ነው ኢንሻአላህ አንድ ይሁድ መጣና ለነብያችን እንደዚህ አርጋው ያዛቸው يعني መጣና ለነብያችን ሰለምና ያ ሙሐመድ አለው እንግዲህ ይሁዲ ካፈር እናንተ ያለ يا ابن عبد المطلب انتم قوم مطل እናንተ እኮ የአብዱ المطلب ልጆች እኮ አታላዮች እኮ ናችሁ ምን ተገኘ መሰላችሁ ነብያችን ከዚህ ይሁዲ ተበድሮ ነበር ትንሽ ገንዘብ ግን ቀን ተወስኖ ይሁዲ ቀኑ ሳይደርስ መጣ እንጂ ነብያችን ሰለላሁ ቀኑ እየጠበቁ ናቸው ቀኑ ሳይደርስ መጣና መሳደብ ጀመረ አንተ ሙሐመድ የኔ ገንዘብ በልተህ ነው የምታርፈው ምንድነው ገንዘብ የማትሰጠኝ አለ النبي صلى الله عليه وسلم ساكت ان ادب ስለሌለው جاء سيدنا عمر يقول يا يهودي تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ትንሽ አስፈራራው እንዴት ተተአደብ هذا رسول الله ከዛው ኋላ ነብያችን ምን አሉ አንተ ዑመር ካንተ የምትጠበቀው እኮ እንደዚህ አይደለም አሉት ካንተ የምትጠበቀው ያ ረሱላህ ብድርህን የተበደርከው ነገር መልስ ለሱ ደግሞ አንተ ይሁዲ አንተ ደግሞ በአደብ አርገህ ተናገር የነበር ካንተ የምትጠበቀው እንጂ መብት የለህም ይሁን ይሁዲ እንድትሰድበው እንድታስፈራራው እኮ መብት የለህም አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ሰይድና ዑመር ዝም አለና ምን አሉ ነብያችን ያ ዑመር ሂድና አይሻ ቤት ሄደ 20 ብር ነው እንደዚህ ተበድሬ ነበር ግን ገና 3 ቀን ይቀርዋል አልሙሂም አምጣና 20 ብር አምጥተህ 5 ብር በላይ ጨምርለት አሉት ለምን ጨምርለት ለዛ ላስፈራራው
يقولላችሁ እንግዲህ ላስፈራራሁ 5 ብር ጨምረህ ስጠው አሉት ሄደና 25 ብር አመጣና ሰጠው فهذا اليهودي يقول هكذا دينكم قال نعم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اذا بنبياتችን ጠባይና አገባብ ወደ እስልምና ገባ እንብላ نعم نقف هنا شيخنا وننتقل للشيخ عبد العليم شيخنا الشيخ عبد العليم حقيقة نريد القضية الهامة هذه أيضا نتطرق إليها بداية حقيقة تذكير الناس في دقيقة شيخ بفضل التوبة وأهميتها والإنابة قبل حلول الأجل ثم سنتطرق إلى محور في قضية حتى أنتقل للمحور الآخر جزاك الله خير لو سمحت لي شيخنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات حاتنا حواتن ربي القرآن كزاربنا خلو كمون أبتقل محجزنا بري هاي منطقة نقرنا خلو انتهي له حانتا آية وتوبوا إلى الله جميعا كلكم توبة مالتها مالتي تملسوا كابي كابتح ما مقد نبركمو ناب ربي مقد تملسوا مالتي سلازي كلكم حزب عالم كافر ديخا وي زي آمانا ديخا كحداي مسلم ديخا كابتح ما نيركا اتكفر دل الخادمان نربط خحد نيركا نابت مقدنا بربنا ما انت ملس ويدماني عتا اسلام يكونكا ازي مقدت فيك انا بركا نابت غنع مقد تملسكا ناب ربي حاد فطاري نعقو كتجزو كم تزقباكا كم اون كم ترسو صلى الله عليه وسلم زحبرنا اب حاده بوتا كوفي لو خلو كاب 7 نلعلي يستغفر الله تعالى وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم كله نجر ربي حدا نجر يصحف له حتى ومع ذلك انت جبر نيرو كاب 7 لعل جزاء استغفر الله بالنيرو سلازي نحنا ذنب غيرنا خيكونا بتحصرت نغبرو دلنا خماني توبه نغبر غبانا اتكافر دخون خا توبه يلو خانا بسلمنا خا اتقبو جزاك الله خير شيخ الله يسعدك ويوفقك يا شيخ. ننتقل لمحورنا الآن اللي هو حقيقة حديثنا الليلة وهو الأخلاق في الإسلام يا شيخ. فالإسلام حقيقة دين كامل وشامل ونظام حياة متكامل فهو يصاحب الإنسان من أنه يستيقظ صباحا حتى ينوم وأذكر حقيقة بعضهم قال أن الإسلام قال حتى يقول حتى وأنت في قبرك فالإسلام حقيقة ينظم لك حياتك ويخبرك كيف تكون في قبرك ويعلمك وكيف أنك تستغل فترة البرزخ هذه يعني تستغل الفترة هذه وأنت في هذه الحياة فما قدمت في هذه الحياة كما قال وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ذكر منها أو ولد صالح يدعو له أو عمل صالح صدقة جارية أو علم ينتفع به. لكن يا شيخ نريد أن نبين لهم أن الإسلام دين حياة شامل في قضية مهمة أنه كامل وأن الإسلام غطى حقيقة كل جوانب الحياة وأن الإسلام هذا كله كمال وأخلاق وفيه أخلاق كذا منها التعامل مع الناس والتعامل مع الجار مع الزوجة مع الأبناء مع الآخرين مع غير المسلمين أيضا الصدق والأمانة وكل هذه الأمور أنت حقيقة فيك الكفاية جزاك الله خير تطرقت لها. الله يجزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اسلمنا كنريو خلنا ناي مجدنا هوت ودسب ملؤ هوته بسلمنا انتهى مالت اسلمنا اندحريلنا إيدكا مهاب نربي ترجزاء كاد فتر كان عقد جزاء كل هوت كاتبه كم تربي البلو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بل او محمد صلى الله عليه وسلم بل اتي هوتي بملؤ اتي اماوتاي اتي تحرار داي اتي غزازاي كلكو نحد فطاري غويتا نعو اطرح خجزا تازيزي وانا خا قداماي نز نجر تختيل دخيد بل ازي كنري خلنا حج حدث ود سب اسلمنا انتي عزيزو اسلمنا حق نختزارب نخيت حسو وكونوا مع الصادقين لنا ربي مستوم حق الزاربو تخكل الزاربو مسوم كونوا الصوت راح ديو حدث ود سب دماني كل حزب عالم كتري الله يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم كلكم حزب عالم كاب 70 كاب 70 تفطيركم وي كاب ادم كاب هوانهم تفطيركم ناشين لكم قانقال لكم تفعلوا اتي زياده لعلت قبره وي تحت القبره انتايو انتلنا اتفرهاتنا يا ربي اتناتك طبايات اخلاق
صبوق يكان دحرت خير كونك ازي ناب رب دغربك ويكا خبر رب درحقك كابت طباياتي الله تعالى كم تذكروا يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم حدا سب ود سب كباچو يبلون كاب حدا سب ود سب اذا ود عد زي ود زفلاج اذا خبزي بهير السب زي اذا خبت خال بهير السبيلكا كتنا شو ويكا كتنا سبلكان لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا منه خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خير دك نسيو تاكيبن كمان كزاربا خلوا ازيا خمز اندا ازيا حصر اندا ازيا نوح اندا ازيا خمز اندا نابلكا كتباچو يبلكان اذا انت يدردانا طباينا يسلمنا كله خميجر ود سب خيد كم دلو كم اون ورثات بزح مصكا حما يكون صبو يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إذا أنت يرد أن مالتي حدث ود سب ورا مصكا ترغاغص قني قال كم وصاكا من البات كابت قال توصو كابت زربا توصو نتسب امين كايو ولا حوخا خون ولا غربا خون انت كخون مالتي حسد كخون خيلو اب حما نجر اب تعسان اب غوهم كيتودو طرح زديو اسلمنا هنريو خلنا علي بن ابي طالب سالساي خليفه زنبري خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه حدا غزي مس حدا يهود بترنات ويكا حنتا قحناتو سريقوا حجي ابيت فرد غريبو مسيو انتي له علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه زياناتيا انت لك مسكر مسبلو دقه يالون مسكر الحسن والحسين شباب اهل الجنه زيو مسكري لكن فقاد النبر اسلمنا انتي له دقه خام مسكرين قبلوا منا نتي هذا خا انت مسكر كانت كذا زقه حزانات كهم مخانم سولو اب ايدي يالا يلو اتقناتي مسكر دقه خا نقبلنا خلاص يبلين يلمو اذا نزي يهود اذا نجر زي انا حخايلهم فردي اعتقادنا اسلمنا نتخالف انا مسلمنا بره انتي له زيانتي يهود فريد له مسوطه خبت بيت فردي تمرس يلو انتي له اشهد ان لا اله الا الله انتي ري حجي فتحي قنع فردي ولا يهود تخونه كم هون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حدا كابتوم يهود يكون ويكا كريستيان اريغو عبيت بصيحو كلمن ريو تخون كتلمن الله خايلو انا اريغه حجيري مسبله عمر انتايلو اتي غنزب ناتك اب غبزنها خلخان وسد نبرنا كميجنا ندر بيكا ابتي كبرتكا يلو نزي يهودي كابت بيت مال المسلمين انتهي بو مالتيو ناي طروتا غنزب كساعد ميون خبلع نخستي كابتن اسلمنا فكدلو كما هنا الرسول صلى الله عليه وسلم انت دارينا يو ابغزو كم عائشه تحبرنا كان خلقه القران الرسول صلى الله عليه وسلم كم قران يدنق اساس نيرو ابغزو انتي مالتي زي كاتخلو كم تحبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم تايبل تبسمك في وجه اخيك صدقه انتي مالتي زي نحدث ود سب بفشختا خطريو كمثل كخطريو بصبق تقبلو نغزا رسول خمس صدقه غنزب تهبدل لخان دخاي مالتي اقم ربي كم اون رسول عائشه تقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخدم اهل بيته ابتغزوم ابتي بتو خينو يحجزوم نيرو نمن نسبيتو نتوم ابغزا دلو كلهم فاذا حضرت الصلاه كانه لا يعرفنا لكن دحر اذان سمعوا كم زي يفلطنا نمي ناب صلاتو يغواي نيرو سلازي نسبيتو ندقو نهزبي نخلو اسلمنا زي بمولو يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه اسلمنا بمولو حزو چنفر نعخاد طعمك طرحكم كان توسد انت دا كم غير كبمولو توسد مالتي عندك الشيخ عبد العزيز دقيقه واحده فقط الله يسعدك معنا الاخت محمد. السلام عليكم اختي محمد. عليكم السلام ورحمه يا اخوي. الله يحييك اختي. الله يحييك. عندي خدامه تبغي تسلم. الله يسلمك من كل شر انت ذريتك ومن تحبين عطيناه والسامعين والمشاهدين. اسمع الماء. الو الو لا هذه مبسوطه دي شكلها جاب. عليكم السلام. عليكم السلام عكست الدعوه يلا كنت سريلانكي كسر. الو الو كلام ايش يا اختي؟ امارنيا؟ امارنيا ما شاء الله. ايش نتواوقش እንዴ ስምሽ? نتواوقش እስቲ ስምሽ ንገርን። اختي ام محمد قصر التلفزيون. نعم الماس.
اوكي مرحبا አሁን እስልምና ወደ እስልምና ለመግባት በፍላጎትሽ ነሽ የምትገቢው በፍላጎቴ ነው አው ማንንም ሰው ያስገደደሽ ሰው የለም ምንም ያስገደደ ሰው የለም እኔ በፍላጎቴ ነው ምክንያቱም የህይወት ለውጥ ነው ይሄ ከትልቅ ነገር ከአንድ ነገር ወደ ትልቅ ነገር መግባት ስለሆነ ያንቺ ፍላጎት ነው አይደለም አልহামዱሊላህ ኢዘን አሁን ሼኹ የሚለው ነገር ትይና ከዛ በኋላ የሰላት ጉዳይ የሌላ ጉዳይ ያስተምሩሻል እኛም ካሴት እንልክልሻለን እሺ እሺ አሁን እንግዲህ ሼኹ የሚለው ነገር ተከታተለሽ በይ እሺ كلها لا إكراه في الدين يا شيخ نعم يعني بعض الأخوة يقولون لهم هالكلمة ويكذب فنريد أن نأكد للجميع كلها لا إكراه في الدين مقتنعة ولو يشرح كذلك نعم وهذه ضرورية مهمة الشيخ اشرح لها الشهادة وقل لها مقتنعة جزاك الله خير يا شيخ هو على مسمع مرأة يعني هذه المرأة هذه البنت ما نعرفها والعائلة ما نعرفها هي اللي تسلم يعني هي أنا أقصد ذلك الشيخ لكن نبين لها حتى نبين للجميع فقط نعم جزاك الله خير لو سمحت يا شيخ كرما وفضلا منك እህቴ ኢንሻአላህ አሁን የምትዩ በአረብኛ ትርጉሙ ልንገርሽና ምንድነው የምትሉ لا الاشهد እመሰክራለሁ ትያለሽ እሺ በአማርኛ አይደለም የምትሉ በአረብኛ ነው ግን ትርጉሙ ልንገርሽ እመሰክራለሁ ዓለማት የፈጠረ ጌታ አንድ ነው አንድ ከሆነ እኛ ደግሞ ሁሉ መገዛት ያለብን ለሱ ብቻ ነው ሌላ ኢላህ ሌላ ተገዢ ሌላ ጣዖት ወይም ትን ሊኖር አይችልም አላህ ብቻ ነው ማለት ነው እሺ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይህ አላህ ሁላችን የምንገዛው ትልቁ ሰማይና መሬት የፈጠረ ጌታ መልእክተኛ አለው ወይም ልኡክ አለውና ሙሐመድ የሚባለው ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ወረሱሉላህ يعني ለኛ ለጅንና ለኢንስ ለሰው ልጅና ለአጅናን የላከው አላህ Subhanahu Ta'ala የአላህ መልእክተኛ ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ብለሽ ታምኛለሽ እሺ መጀመሪያ የአላህ ባሪያ ናቸው ሰው ናቸው እንደኛ ከዛ ወደኛ የላኩት ረሱል ናቸው ይሄን ማለት ነው ኢንሻአላህ تفضل እሺ جميل بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يثبتنا وياك الله يثبتنا وياك ندعو أن الله سبحانه وتعالى يثبتنا وأن يجزي أخت محمد وعائلتها خير الجزاء أخت محمد الله الله الآن تعلمينها الوضوء والصلاة المغرب ضروري جدا الله يسعدك ويوفقك ويجعلك إن شاء الله مبارك أينما حللتي وارتحلتي ويجعل والديك في جنات النعيم آمين عذرا يا شيخ قاطعناك نعود لك مرة أخرى تفضل يا شيخ باركس كم تنبلو لتصنحنا حجي حدا سب ود سب انتايو رسول صلى الله عليه وسلم ابغزو نبيتسبو ننستو نخلن بصبو غيرو حزن نيرو بصبو كناخن نيرو زنتاي دردانا طباينا اسلام بحرينتنا ود سب كما يخون كندلو سلازي نحدا سب ود سب بتطباينا اسلامنا غيركا كت رهابو خلخا اسلامنا تغلصلو لخا مارتي اسلاما اند حريل كاسخا انت تغبر لك مارتي طباينا اسلامنا حسكات كيدالك حدا خبت دبولو توبة كم اللي قبعنا دعابة توبة أنت إن دحريلنا كاب سلسة سلاسة مبال وي كاب ندنجاي نجزاء نأمني وي نعنشت وي نقله كاو توبة أنا بس مسلك أنا بحادة في طارق ويتها جل جلاله كم تدبل الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم توم عيسى ويكا يسوس الله يدبل ويفتاري يدبلو نتحق شفينهم حما ما قد حيزهم يمدخدوا دلو سلازي كابزي توبه قبل لهم نبينا بحد فتارخهم اللسو كم اون الله تعالى يلو لا تقولوا ثالث ثلاثه سلاسه تبالو انتهوا دوبلو خابزي انما هو اله واحد حاده يفتارق ويتا ناو تملسو نعوت راح تجزؤوا كم اون الله تعالى بزعبا يهود كزاربنا قالوا وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله توم يهود عزير بهن بالنبره ود فطاري لمو توم كريستيان ندبل دلو دماني ني يسوس ود فطاري لمو
الله تعالى أي ولد زياتهم فطورات كابز نجار زخا توبا الكاخت ملس توبا مالت نتايلنا مملاس كاب حما مجد نبركايو ناب قنوع مجد التخيل كاخت كيدنا من ناب حدا قويتا فطاري جل جلاله. جزاك الله خير شيخ الله ينفع بك ويوفقك ويجعله شيخ ابراهيم اظن بقي لديك بعض المحاور ستاتي عليها. نعم. سنمر عليها مرورا سريعا لانه فيه بعض الطلبات من بعض الاخوه والاخوات مع انه تطرقنا لها لكنه جزاك الله خير سناتي على النقاط هذه سريعا. نعم. في 5 دقائق لا حتى لا يدركنا الوقت. تفضل يا شيخ. طيب እንግዲህ ወንድሞችና እህቶች በአሁን እኔ የምናገረው ያለሁ በእስልምና ጠባያችን መሆን ሆነ አለበት። ነብያችን ሰለላሁ በጣም ከሁላችን የላቀ ጠባይና የላቀ ሁሉቅ የነበራቸው ምን ይመስል ነበር ጠባያቸው? ስለዚህ እኛ ደግሞ የሳቸውን ተከታይ እስከሆንን ድረስ የሳቸውን መንገድ ይዘን መሄድ አለብን ነው ማለት አይደለም? ይኸውላችሁ እንግዲህ እኔ በምሳሌ ነው ማስረዳት ደስ የሚለኝ። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ነብያችን ሰለላሁ ሚስቶች ነበሩት አይደለም? ነበሯቸውና አንድ ቀን እንግዶች 5-6 እንግዶች መጥተው በነብያችን ሰለላሁ ቤት ለምሳ ተጋብዘው መጥተው አሁን አንዲት የነብያችን ሚስት እንግዲህ ቤቱ የአኢሻ ቤት ነው የነበረው። አንዲት የነብያችን ሚስት አኢሻ እኮ እንዳትደክም አኢሻ እኮ ብዙ እንግዶች ስላሉ በጣም እንዳትቸገር ብላ አንዲት ሰሃን አድርጋ ምግብ ከቤት ዋላከች ማለት ነው። አሁን አኢሻ በጣም ቅናት ስለነበረባቸው በጣም ነብያችን ሰለላሁ ይወዱ ስለነበሩ ቅናታቸው ገነፈለና መጥፎ ስራ ለመስራት ጀመሩ ማለት ነው። ምን አደረጉ? ያ የተላከው ልጅ በአንድ ሰሃን አንድ ምግብ ይዞ ሲመጣ አኢሻ ለካ መታ ይህችን ሰሃን ጣለቸውና ሰሃኑ ተሰበረ። የነበረው ምግብ ደግሞ በመሬት ፈሰሰ ማለት ነው። ወንድሞችና እህቶች እኔ አንተ እሱ ብንሆን አሁን ለዚህች ሚስት ምንድነው የምናረጋት? ቢያንስ ሰድባታለሁ እንስድባታለን እንመታታለን ممكن واحد كمان يعني ጭንቅላቱን ካለ ይፈታታል። እንዴት እንግዳው ፊት እንደዚህ ታረጋለች? ትቆጣለህ አይደለም? لكن ነብያችን ሰለላሁ بكل بساطه ምን አሉ? መጀመሪያ ምን አደረጉ? እህሉን የፈሰሰው ምግብ እንደዚህ ለቀሙትና ከዛ በኋላ ምን አሉ? غارت امكم እናታችሁ እኮ ቀናት። እናታችሁ ማለት አኢሻ ነች የሁላችን እናት ነችና ቀናችሁ እኮ ቀናት እኮ እንደዚህ ያረጋትና እስቲዓፉ በሉላት። ያደረገችው መጥፎ ነው لكن ምን ታረጋለች እንግዲህ ቀናች አሉ። ከዛ ምግቡን ለቅሞ ሌላ ሰሃን አምጥቶ ከዛ ከአኢሻ ቤት ምግቡን አስቀምጦ ለኻዲሙ ምን አሉት? هذه بتلك እንግዲህ ቅርታ አርግልኝ ሚስቴ ቅርታ አርግልኝ ሰሃን ስለተሰበረ ብሎ መለሱላት። ሐቂቀተን እንደዚህ አይነት ጠባይ ታይቶ አያውቅም። طيب ከዛ ቀጥሎ እስልምና የሰው ገንዘብ መብላት በጣም ይከለክላል። የሰው ገንዘብ መክዳት ኺያና ይሁሉ በእስልምና በጣም እርግፍ አርገህ ነው የምትተው እንጂ በጣም حرام ነው። مما اعجبني كثيرا جدا በጣም የሚገርመኝ ነገር አንድ ነገር ተከስተዋል። سيدنا عمر وهو امير المؤمنين وحكم اظن 10 سنوات و6 شهور በዚህ ጊዜ سيدنا عمر بن الخطاب بمدينة امير المؤمنين ሆነው ጠቅላላ የእስልምና መንግስት ያካሄዱ አንዱ እኮ ነው صحابي كعراق ودا مدينة ودا مكة ودا مدينة المنورة بأجرو يعني سامنت يهول سامنت يسوس سامنت منقل لهون يشلال بزات اللقو مدربادا بأجرو يمتا بزا مدربادا الصحراء ورك أجني እንደዚህ አይነት ወርቅ አገኘ እና አሁን ማንንም ሰው የሚያየው ሰው የለም ሰው የሚባል የለም አስለም በረሃ ነው በበረሃው ወርቅ አገኘ ከዛ በኋላ ይዞ መጣና أمير المؤمنين بمدينة يالله فقال يا أمير المؤمنين وجدت هذا الذهب في الصحراء أعطاه لأمير المؤمنين فأمير المؤمنين تعجب بتأم قرمونا سيدنا عمر أنت بمدربة دا ما نايتوها لأنت لا أنت بتوسدوكو ما نمسوكو مسكر لسوكو يلم ينقر لا أنت انت حرام نو لكن ما أنه يأيه بلون تنسل سيدنا علي نبرنا من قالوا يا أمير المؤمنين أتعجب من ذلك قال نعم قال أنا لا أعجب من ذلك لمن قالوا يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك أنت نصوح سلهونك مري مثالي هون أبنتي هونك مري بتأم فتية متفلقنا بتأم هلون سو حرام ما تبلا مري سلهونك أنت بانتسر يالو دمو يانتنت أبا يوسدو እና አንድ በጣም ሌባ ብትሆን ኖሮ ቀጣፊ ብትሆን ኖሮ ያኒ ወናባጅ ብትሆን ኖሮ ያንተ ተከታዮች እንደዚህ ሆነ ነበርአሉ
እና እንደዚህ አይነት ጠባይ በእስልምና ነው የሚገኘው ወንድሞችና እህቶች حقيقة በሌላ ልታገኘው አትችልም طيب نعم شيخ بعد اذنك ضع نقطه يا شيخ خلنا سعود لك الله يجزاك بعد اذنك يا شيخ اختي ام سعود السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يحييك في شغاله اثيوبيه الله يعافيك تبغى تسلم الله يسلمك من كل شر اعطينا الله يسلمك اختي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك اختي ما النفس مش وعليكم السلام ما النفس ساندي እሺ ሳንድ አሁን እንግዲህ ወደ እስልምና ትገቢያለሽ አይደል ወደሽ ነው አውዲ አንድ ሰው ዛም ብሎ የተጫነብሽ ሰው የለም የለም አልহামዱሊላህ እና እንግዲህ አሁን ወደ እስልምና ትገቢያለሽ የሚባለው ያው ከዚህ በፊት ያሰለመችው ልጅ ሰምተሻል እንደዚህ ነው የምትዩና እንግዲህ አሁን የምትዩ በአረብ ነው የምትዩ ግን ትርጉሙ ያው እንደሰማሽው አሁን ነው እህቴ የተገለጸላት ነገር አንድ አላህ መሆኑን ታምኛለሽ ከዛ አንድ ነገር የረሳሁት ምንድነው አንድ ጌታ ነው ብለሽ ስታምኒ አሁን የምታምኚው ነገር ዒሳ ኢብኑ መርየም هو عبد الله ورسوله وليس بإله ስለዚህ ዒሳ ኢብኑ መርየም ባሪያ ነው ሰው ነው የአላህ መልእክተኛ ነው ብለሽ ማመን አለብሽ የድሮ እምነትሽ በሙሉ ቀርፈሽ መጣል ነው ከዛ በኋላ አንድ አላህ ነው ሙሐመድ ደግሞ ነብዩላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህን መልእክተኛ ናቸው ደግሞ ባሪያ ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ባሪያ ናቸው ይሄን እመሰክራለሁ ይትያለሽ እሺ خلاص نجمر ايش نجمر يا شيخ جزاك الله خير جمر بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الحمد لله الذي أنقذها نسأل الله أن ننقذها والديها والديها الله يهديها نسأل الله أن يثبتنا وياها على طاعته وشكر الله لأخت أم سعود نسأل الله أن يوفقها ويسعدها وكذلك بسبق بعض الكريم هالمرة جزاها الله خير كل مرة يذكرني وتعودت على الصلاة صلاة المغرب يا أخت أم سعود احرصي عليها علميها الوضوء الآن وتبدأ في صلاة المغرب ثم صلاة العشاء جزاك الله خير نعود لك يا شيخ ابراهيم حقيقه في ما تبقى من حتى نعود لشيخنا الشيخ عبد العزيز اوكي እንግዲህ ምንድነው በእስልምና አማና እንዲኖርህ صدق እንዲኖርህ እስላም የተባለው ማንም መክዳት መዋሸት የሰው ገንዘብ መብላት ጠቅላላ ይህን ቆሻሻ በሙሉ የተከለከለ ነው እንላለን ያሆነ እኔ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ እዚህ ሪያድ የተገኘው እኮ ነው አንድ ወንድማችን ለአንድ ወንድማችን ምን ይለዋል አንተ ያለው አሁን እኮ እኔ አንድ ድርጅት ለመክፈት ፈልጋለሁ ከዛ ኋላ ምንድነው አለው አረ የቅጣ ቅያር ድርጅት ክፈት አለው ቅጣ ቅያር ማለት ያኒ የመኪና ቅጣ ቅያር ያኒ ስፔር ፓርት እከፍታለሁ አለው ለምን አለው አረ ይሄን ነገር በጣም ትርፍ ነው ያለው አለው ያኒ የመኪና ስፔር ፓርት መክፈት ትርፍ አለው እንዴት አለው እንዴት መሰለ ያኒ አንተ ለምሳሌ የኮሪያ የቻይና ምናምን ታመጣና ከዛ ኋላ ያን ደንበኛ ሲመጣ ይህ ጃፓን ነው ይህ ጀርመን ነው ይህ አሜሪካ ብለው ትሸጣለህ ደግሞ ከዛ ከሜካኒኩ ላይ ተስማማና ሜካኒኩ ራሱ ገንዘብ ነው የሚፈልገው እና እዛ መኪና ውስጥ ይከተውና ጃፓን ነው የረከብንልህ አሜሪካን ነው የረከብንልህ ትለዋለህ እና ደንበኛው ምን ያቃል እንደዚህ አድርገ በአንድ ጊዜ ሚሊዮኔር ነው የምትሆነው አለው فقال يا أخي هذا ما يسمح في بسلمنا أنت نحن أنا من أجب بسلمنا أنت تروب لجنزب يزود أجرم هيدنا من أمن يلوان كذب هلا ما تونجريننا إن من الكوت يا أخي ين حسب بتأم كسل من الناس والطوال طرواد اللي من الكوتنا استوى ده مجلساتشن لاكو يمر جاهل نو يسويه الكوت متأنا وده مجلساتشن صوست أمت تمارة الحمد لله يهنبرو هلو ቆሻሻ ነገር ሐሳብ የነበረው ቀርፎ በቃ የነቢያችን መምሪያ እየተከተለ ጥሩ እስላምና ጥሩ እምነት ኑሮት አሁን እየተጓዘ ነው ማሻአላህ እና እምነት በእስልምና ትልቁ ግንድ ማለት የሰው ገንዘብ አለማብላት ያኒ ሰው አለመክዳት ኺያና አለማረግ صدق يعني ውሸት አለመናገር ይህ የእስልምና ጠባይ ነው ለማለት ነው የፈለኩት ያ اخي እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ الاسلام سبحان الله العظيم جيد جدا اسلمنا لمجلس አይቻልም አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ላይ እስላም ሆኖ አንድ ሰው ልቡ ርህራሄ እዝነት እንዲኖረው ያስፈልጋል شفقة ورأفة ورحمة اسلام እንደዚህ መሆን አለበት የተገኘ ነገር
ሰው የነገሩን ልንገራችሁ والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يخبرنا واحد من الشيوخ من هذا الرجال وعندك عند لما يمتنا يا شيخ أنا ما عندي فقير وكذا كتب له 5000 ريال إيش يعني تشيك وأعطاه إياه يسويو شيطان تجاوتبتنا ببنك هيدو 5000 የነበረው 15000 ጽፎ يعني استكاكلو ለባንኩ ሰጠውና የባንኩ ሰው አየው ማለት ነው እና ይሄ ነገር يعني ውሸት መሆኑን يعني አንድ ነገር እንዳደረ